نمرة 2 ما بشتغلش بيه، يعني لوتس. طب المميز في الحشو؟ الخامة نفسها، الخامة بتاعت الحشو. يعني لحمة بلدي، الصدوق بلدي. اول مره اجرب الشتاء في اسكندريه، واول مره برضو اعرف ان اهل اسكندريه الحلوين بيصحوا بدري كده يوم الجمعه وبينزلوا ويفطروا ويعملوا مود صباحي رايق في الشتاء. اسكندريه في الشتاء فعلا غير. النهارده جايه افطر عند حد بقاله 60 سنه بيعمل احلى فطير في اسكندريه، وهو القلاع. يلا بينا نشوف الكلام على ايه. أنا بالتحديد في 84 شارع بورسعيد، ميدان كامب شيزار في اسكندرية. يلا بينا نجرب فطاير القلاع. أنا جاية من القاهرة على طول على هنا ولسه ما فطرناش. بصوا بقى، أنا قلت له يرشح لي أكتر الفطاير اللي بتطلب عندهم، فقال لي ميكس اللحوم اللي فيها دايما صدق وبسطرمة، وكمان ميكس الجبن عشان جودة أو الخامات الجبن اللي بيشتغل بيه، وجبت تورتس القلاع الحلو اللي هو من الآخر يعني. نبدأ بإيه؟ دي بقى مشكل اللحوم أكيد. يلا ندوق ونشوف. مليانة وتقيلة، الكرانش بتاعها ده عجبني يعني، ودي بسطرمة، فالماتيريال واضح إن هي كويسة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده؟ لا 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 لا، في هنا كلام حلو لازم يتقال. أنا عمري ما دقت فطير شرقي محشي بالشكل ده. الجبنه هتحسي بيها، السجق هتحسي بيه، البسطرمه هتحسي بيها، وكلها اطعمه حلوه. الحلوه هنا مثلا انه خلط الجبنه الموتزاريلا مع الجبنه الرومي، السمنه جامده حلوه، طعمها حلو، سمنه كده معتبره ريحتها حلوه وطعمها حلو، ده هتحسه. انا هرجع لها تاني. انا هخش على ميكس الجبن اللي انا طلبتها، ودي بناء على ترشيح صحابي من القاهره، منشكحه ومبسوطه جدا. على بس نوريهم الجبن، دي جبن كده. تعالى بقى ايه واعملها لي كده. ايوه ايوه ايوه، يا الله. بصوا الحشو، بصوا قد ايه. ايه هي الجبن اللي بيحطها؟ موتزاريلا كيري قطع، مش كيري معجون، وجبنه رومي وسط، وموتزاريلا، وايه تاني، زيتون ده كلاماتا ولا اسباني حاجه كده، ومعاه الطماطم. من البيتزا اللي هي بتبقى ميكس جبن او تشيز لافرز او الحاجات دي، لا دي فطيره وجواها جبن كتيره وجبن حلوه. كل طعم جبنه هتقدر تحدده عن التاني عشان الجبن حلوه. انا بحب الجبن بس بصراحه لا، الصدق والبسطرمه يجوا الاول، بعدين ميكس الجبن خطير خطير خطير. يلا ندوق التالتة وهي سجق مع صوص الطماطم. سجق بقى، ندوق الصدق الاسكندراني على اصوله ومن غير جبنه. بصوا كده، لا لا هو حشي الحشوه، لا هو مديها مقامها ومديها قيمتها. وبصراحه يعني انا لازم اقول الصراحه، اسكندريه غلبونا في الفطير. لا غلبونا معلش انا ما دقتش الفطير ده في القاهره. خش يا محمد، خش وريهم الصدوق. بصوا حاطط قد ايه لحمه صدوق يعني. بصوا، وريتهم يا محمد. بصوا بقى، دي حبيتها برضو، ولكن ان ما فيهاش جبنه بتسهل معاك البلع، فبتحس ان هي كده بتقف شويه هنا، فالجبنه بتسهل. فيجي برضو فوق توب ميكس اللحوم مع الجبنه، دي هتغنيك عن كل حاجه. طيب الاسعار ايه؟ قبل ما اروح للحلوه اقول لكم الاسعار ايه. رينج الاسعار بيبدا من 100 جنيه لحد 300 جنيه، وطبعا دي اسعار عاليه لمحل فطير، محل بتاخد وتمشي او هتاخد وتقعد على قهوه وتاكل يعني. بس زي ما قلت لكم الخامات يعني غالي كده عشان خامات جيده. الفطيره السجق الصغيره اللي هي سجق وطماطم كانت ب 110، مشكل اللحوم دي كانت كبيره ب 290، مشكل جبن الوسط ب 190 والصغيره ب 120. اللي هدوقه بقى تاني دلوقتي وهي الحلو فطيره دارتس، ودي حجم واحد ب 250 جنيه. حما يلا خش. واو ايه اللذاذه دي؟ لا مخدومه، دي حجم واحد ب 250 جنيه. ندوق ونشوف بقى. ماشي، نبدا من النوتيلا. الله، خش لي بقى زوم كده، زوم. انا عايزه حته القشطه عليها بعد اذنكم. دي بقى يعني
دي عايزه 10 مثلا الفطيره دي. نخش بقى على اللوتس. النوتيلا بصراحه بيرفكت، رائعه. انا مش عارفه اقول ان في حاجه وحشه. الله، بصوا الجمال، بصوا قطعه فنيه مليانه مكسرات. انا عاجبني قوي قوام الفطيره، القرمشه بتدي قرمشه كده لايقه قوي، يعني تحس اللي عاملها فنان. لا انا سعيده، يوم سعاده عالمي. لازم تيجوا اسكندريه في الشتاء وتجربوا الحاجات الحلوه دي. ماما مستنياني بقى هشرب معايا الشاي، بعد كده نروح على البحر. بس كده انا خلصت، ودي كانت تجربتي النهارده لاول مره من القلاع في اسكندريه. العنوان 84 شارع بورسعيد، ميدان كامب شيزار. هم مش عارفين ان انا داخله اصور، قلت لهم بقول لكم ايه، انا داخله اصور. قالوا لي اتفضل صور، المطبخ مفتوح. دي حاجه تعرف على طول منها نظافه المكان ده. لازم كده تقفله بعد الاكل الحلو ده بكوبايه الشاي. وليه بقى الشاي هنا؟ شاي مزاج، نعناع ومعاه قرنفل. انا مش هحط سكر طبعا عشان الدايت ما يبص. بس باي باي. يحملها جراح ويرحل في المغيب البحر